ايه اقدم احتياج انساني عميق جوانا؟ الامان، الحب، الحاجه الى الانتماء. النهارده وانا كنت قاعده بقرا كتاب ولقيت فيه دراسه من اشهر الدراسات في علم نفس النمو. بدات افكر كده واشوف ان في احتياج اقدم من كل الاحتياجات دي. بس ما قبل ما اقول لكم على الدراسه دي، تعالوا نشوف الفيديو ده كده. أنا مقتنعة من زمان إن الرضيع بيتواصل من أول يوم وبيسعى لهذا التواصل، مش بس بيدور عليه، لا هو كمان في احتياج شديد للتواصل. في الفيديو ده في أخت كبير بتلعب مع أختها الرضيعة بشكل عادي جدا. كل حاجة ماشية طبيعي لحد ما أختها الكبيرة قررت إنها جعانة وعايزة تاكل السندوتش بتاعها، فقررت تعمل إيه؟ تسيب اللعب اللي في إيديها وتاكل السندوتش بتاعها. لا قولي ايه حلوة. لا قولي ايه حلوة. لا قولي ايه حلوة. قولي ايه حلوة. الدراسة اللي قلت لكم عليها اسمها still face experiment، الوجه الجامد. الدراسة كانت بتعمل ايه؟ كانت بتراقب الأطفال اللي لما التواصل اللي بينهم وبين الشخص اللي قدامهم أو بين أمهاتهم ينقطع فجأة. فوانا بقرا الدراسه دي افتكرت الفيديو ده بقى على طول، وفتحت اللابتوب بتاعي كده وقعدت ابص على الفيديو. افتكرت ردة فعل بنتي الصغيره الرضيعه اللي هي ما كانتش كملت شهرين، كانت شهر ونص تقريبا. اللي لفت انتباهي وقتها مش انها كانت بتصدر اصوات لاختها، لا هي كانت بتعترض ان التواصل انقطع فجاه، بتعترض ان اختها كانت في تواصل معاها، كانوا بيلعبوا سوا وبعدين فجاه اختها بدات تسكت وتغير من وضعيتها عشان تاكل الساندوتش بتاعها. فالتواصل ده بدأ ينقطع. تعالوا كده نشوف اعتراضها كان شكله عامل ازاي. فيه نعم. لا هرجع الاكل تاني ماليش دعوة. ماشي هنبقى هبقى العب معاكي بعد ما اكل. في ايه؟ هبقى نخلص السندوتش. مش لازم عياط او في ايه؟ احنا انت انا متعصبة عليا ليه؟ في ايه؟ طب خلاص اهدى يا وحش، اهدى يا وحش. اللي أثر فيا مش إن الدراسة كانت بتقول إن الرضيع بيتواصل وإنه محتاج للتواصل. أنا أصلا مؤمنة بده من سنين وكنت بعمل كده مع بناتي، بشرح ده في التريننجز بتاعتي والكورسات. لكن اللي هزني هنا فعلا إن التواصل ممكن يكون احتياج أساسي وعميق للدرجة دي، درجة إن الطفل لسه ما تعلمش الكلام، بيحاول يستعيد العلاقة اللي بدأ يشعر إنها ايه اللي حصل فيها، انقطعت فجأة العلاقة بينها وبين اختها بدأت تنقطع. ساعتها هي اعترضت بشدة. اللي انا بسأل نفسي بقى السؤال هنا، هو الاحتياج ده بيختفي لما احنا بنكبر، ولا احنا بنفضل طول عمرنا ندور على نفس الاحتياج ده؟ حد يشوفني، حد يسمعني، حد يتواصل معايا، حد ما يقطعش التواصل فجأة كده. ده احتياج أساسي عندنا كبني آدمين، حد ينتبه لوجودنا وحد يرد علينا. يمكن عشان كده التجاهل أو الصمت بيألمنا، يمكن عشان كده العلاقات نفسها بتأثر فينا، ممكن عشان كده بدأت أربط من إن جزء من ده وجزء ما بين رحلتنا في التشافي كأمهات هي الجزء بتاعت استعادتنا على قدرة التواصل أصلا مع نفسنا. احنا فقدنا في الرحلة قدرتنا للتواصل مع نفسنا، مش بس التواصل مع نفسنا، هو التواصل مع الآخرين كمان. والحقيقة إن كل واحد فينا كان الرضيع ده في يوم من الأيام، كان هذا الرضيع الغاضب المنزعج من قطع التواصل. ويمكن ان الرضيع ده ما كبرش جوانا وفضل معانا عايش لحد النهارده بيدور على هذا النوع من التواصل، وبيعترض هذا الاعتراض الشديد لو حد حاول يقطع التواصل معاه.